السلام عليكم أحبائي متابعيني الكرام، محدثكم زكريا الأنصاري. اليوم أني مع رائد المقام العراقي الأستاذ إبراهيم العزاوي. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. وعليكم السلام. أستاذ إبراهيم، عندنا موضوع الحاج عبد المعز شاكر، ممكن فد نبذة من جنابك الكريم؟ طبعا تحياتي الطيبة إلى الأخ العزيز عبد المعز شاكر. عبد المعز شاكر غني عن التعريف، قارئ قرآن لا غبار عليه، والحقيقة ناس تقول أنه يعني هو من مدرسة الحافظ، بس بالإضافة إلى ذلك انسألت كم سؤال بخصوص هذا الموضوع عن شخصيته هو، أنه شنو رأيك بالأستاذ قارئ القرآن عبد المعز شاكر؟ فأنا جاوبت قلت لهم أنتم ليش يعني تخلون هذا الرجل أنه يقلد مثلا الحافظ خليل؟ ليش هو الحافظ خليل شوية؟ مو شوية، هاي من ناحية، ومن ناحية أخرى نجي عليك كقارئ قرآن، قارئ القرآن بمواصفات، مو كل واحد يجي يقرأ قرآن. أنا هسه أقرأ مقام ما أقدر أقرأ قرآن، لأن القرآن يراد له أولا صوت، ثانيا أحكام التلاوة لازم يعرفها، ثالثا لازم يعرف له على الأقل فد 10 مقامات، لأن شو راح يتنقل إذا هو ما عنده صوت أو ما عنده تلاوة أو ما يصير، فلازم ينجمع عندنا ثلاثة فيصبح شنو؟ قارئ قرآن. نعم. فالحمد لله بالنسبة للأخ العزيز، الله يعطيه الصحة والله يعطيه العافية، عبد المعز شاكر من القراء العراقيين المعروفين، وبالإضافة إلى ذلك هو شارك أعتقد بأحد السنين في مهرجان ماليزيا، واعتقد اخذ رابع وقتها. يعني الرجل نخليه بالمكانه اللي هو يستحقها، اللي هو يعني اللي بذل وقت وبذل جهد، لانه الناس تسمع صحيح لكن هم ما يعرفون الجهد اللي بذل على قرايه شنو. فالناس هذا تقيم وناس غير شكل، فانا اقدم له شكري وتقديري للاخ العزيز عبد المعز شاكر. أستاذنا العزيز، قبل ما نختم هذا اللقاء البسيط والقيم مع جنابك الكريم، هل هو يستحق لقب شيخ القراء والمجودين في العراق؟ نعم بالضبط، نقدر نقول عليه شيخ القراء، ليش ما نقدر؟ وهو قارئ قرآن نحتز به، والشعب العراقي كله يحتز به، يطلق عليه صفة قارئ شيخ القراء. شيخ القراء ليش لا؟ لانه ماكو فد منفذ تقدر تفوت تقول يابا هذا الرجل ما يصلح يكون كذا، لا بالعكس قارئ نحتز به ونسمعه وكل تقديري له. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل. ممنون. بارك بعمرك. تحياتي إبراهيم العزاوي، قارئ مقام.